حطي الكرومبه في الميكروويف وانسي بقى ان انت تسلقي الكرومب، وانسي بقى حلل وميه والبهدله، واستحاله تهدري ورق الكرومبايه. الكرومب اساسا اتسخط وما بقاش فيه. فيلا اوريكي ازاي نسلق الكرومب من غير بهدله ولا مجهود. اول لما تحطيها في الميكروويف هتطلع معاكي مظبوطه. اول حاجه هتشيلي الورق اللي هو ملوش لازمه وهتحطيه كده تحت اللي بنحطه في الحله من تحت، وهنحط لتر ميه كده في الطبق البلاستيك، وهنحط الكرومبايه سليمه زي ما هي. دخلي الميكروويف وشغلي 10 دقايق. 10 دقايق بالظبط هتطلع زي ما انت شايفه كده. هتقومي مفصصه الورق بكل سهوله من غير بقى حلل وسلق، وتقطعي الكرومبايه قبل ما تسلقيها، وبعد كده الورق يتهدر منك عشان ما عرفتيش تقطعيه كويس من الكرومبايه او تفكفكيه كويس. بصوا كتمت البخار فيها. وهنفرغ الكرنب بالشكل ده، وهتشيلي العروق بكل سهولة. مش هيتقطع معاكي الورق خالص، ولا ورق الكرنب هيهدر معاكي. بعد كده هنروح نغسله بمية ساقعة، وخلصت على كده. احشي بقى